كل واحد كيوسوس لينا بوحده من هذه الخطايا. واحد كيوسوس غير بالكسل، واحد كيوسوس غير بالتكبر. الفكره اللي جاتو فوق الصباح كما قلت لكم مشى عند العشرات ديالو قالها لهم، عجباتهم حتى هي، خرجوا البحث العلمي كلشي ولا مآمن بها. الفكره بقات غادا كتطور حتى وصلت عند العرب، بقات غادا كتطور حتى وصلت عندنا حنا المغاربه. من وصلت عندنا حنا المغاربه عاوتاني بلورناها بطريقه واحده اخرى، لدرجه انهم اعتبروهم ملوك الجن السبعه. والمشكل اللي طرا من جابوهم من المغرب هاد الملوك الجن السبعه اعتبروهم مسلمين. والمشكل الكبير اللي طرا ان الانسان ولا بنادم اللي كيامن بهاد ملوك الجن السبعه كيمشي يتبرك بهم، كيبقاو يديروا جماعات خاصين بهم، موسيقى خاصه بهم، كيعطيو لكل واحد لون، كل واحد كيخدم كل نهار وكيدعيوهم باش يعطيوهم الشفاء، يعطيوهم الرزق. هذا هو المشكل اللي طرا. دخلت في الشرك الاعظم، انك تطلب من غير الله سبحانه وتعالى الشفاء، الرزق والخير. هذا كيتسمى شرك، بحال حطيتي مع الله سبحانه وتعالى آلهة وحده اخرين والعياذ بالله. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. الخطايا السبع المميتة اللي هبط الله سبحانه وتعالى في الإنجيل الديانة المسيحية هي اللي كانت منطلق ديال هذه الفكرة هذه، خداوها بلوروها كما قلت لكم. هذاك جون وايكليف شنو حط عليها بقات غادا كتنتشر. وخصنا نعرفوا أن الخطايا السبع المميتة ماشي هبطات غير في الديانة المسيحية، لا. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. كما سمعتوا في الآية الله سبحانه وتعالى قال لنا بلي جهنم عندها 7 ديال الأبواب. ونزيدكم واحد نهار الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالس مع الصحابة، قال لهم اجتنبوا الموبقات ال7. قالوا ما هن يا رسول الله؟ قالوا ليه شنو هما هاد الموبقات ال7 يا رسول الله؟ قال لهم الشرك بالله، السحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أكل الربا، أكل مال اليتيم، التولي يوم الزحف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. الموبقات ال7 بلسان رسولنا صلى الله عليه وسلم عطانا التحديد ديال التحديد شنو بالضبط المسلم ما خصوش يدير. شي حاجات اللي لا دارهم خصو يتوب التوبه النصوح المبينه. اول حاجه هي الشرك بالله، انك تامن باللي كاين الهه واحده اخرى غير الله سبحانه وتعالى، ولا ما تامنش بالله سبحانه وتعالى، واللي هضرنا عليها في هذه الحلقه هذه. ثاني حاجه والعياذ بالله، استغفر الله العظيم، خصني نقول استغفر الله العظيم هذه الاولى. ثاني حاجه واللي هي السحر. السحر كلكم عارفين حاجه اللي مذمومه في الايمان، مذمومه عندنا في الاسلام لدرجه القتل. ثالثا قتل النفس التي حرم الله الا بالحق. رابعا اكل الربا، هاد الجوج هادو واضحين. خامسا اكل مال اليتيم، الا كليتي المال ديال اليتيم هذه واحد الحاجه اللي مذمومه في الاسلام بزاف. ما يسمحش لك الله سبحانه وتعالى تيسمح لك داك اليتيم، وصعيب انه يسمح لك حيت ما عندوش والديه، خديتي ليه الفلوس ديالو كليتهم ليه، خصك تمشي تطلب منه السماحه في اقرب وقت. سادسا التولي يوم الزحف، هي الهروب من المعركه، هروب المسلم اللي وسوس ليه الشيطان وفكروا في بنته وفكروا في مراته وفكروا في الحياه ديالو ونسى المعركه ونسى الجهاد ديالو وهرب. هذاك حتى هو من الموبقات ال7، خصوصا من يرجع البشريه ترجع كامله الى الاردل العمري، من غادي يطفى كل شيء وغادي يبداو معارك اخر الزمان، غادي يبان بزاف هذه الموبقه هذه. واخر موبقات والتي هي اشدها هي قذف المحصنات الغافلات من المؤمنات. واحد السيده مؤمنه كتامن بالله سبحانه وتعالى والكتب ديالو والرسل ديالو والملائكه واليوم الاخر والقدر خيره وشره، وجا شي واحد وخرج عليها واحد الشائعه، هبط عليها شي كلام اللي هو قاذف ولا خرج عليها شي كذبه، هذه ما كتسمحش عندنا في الاسلام. الحمد لله والشكر لله ولا اله الا الله. الخطايا ال7 المميتة ولا الموبقات ال7 كما جاءت على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم، عطانا التحديد ديال التحديد. يا بني البشر يا قومي ما ديروش غير هادي وهادي 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 وهادي، حيت كتعتبروا من الموبقات ال7 شي حاجات اللي كبار زائد الكبائر اللي كلنا معترفين بهم. عطانا الرسول صلى الله عليه وسلم واحد الحاجات اللي نقدروا نكونوا غافلين عليهم. اخوان نتمنى ان الفكره تكون وصلاتكم ديال ملوك الجن ال7. استغفر الله العظيم الا كانوا ملوك الجنون ال7 وخامر، ما كاينينش واحد الجنيه سميتها عائشه قنديشه، ما كاينش واحد الجنيه سميتو مامون، هادو غير اسماء اخترعهم البشر. كاين ابليس ملك الشياطين استغفر الله العظيم، وكاين الشياطين اللي متبعين اللي هما الجن الكافر،
وكاين الجن المسلم، كاين قرى ديال الجن المسلم واقوام ديال الجن المسلم كيعبدوا الله وكيصليوا ليه، ولكن راه ما غادي ندعيهم حتى هما بحالك مساكن، حتى هما راه كيعبدوا الله كل وقت غير باش يدخلهم الله سبحانه وتعالى في الاخر الجنه ويمشيو للنعيم. يعني ما عندك ما تدعي في جن مسلم ما باركك ما حتى حاجه. الحاجه اللي بغيت نقول واحده اخرى، الجن راه ما غادي يصرفقك. هذوك الاساطير كاملين اللي عندنا ودوك الافكار والاكاذيب اللي كنا كنامنوا بهم راه ما كاينين في راسكم. علاش نشوفكم في الحلقه الجايه.